تخيل تنقذ طفل وبعد سنين تكتشف ان انت انقذت اخطر قاتل متسلسل في تاريخ اوروبا كلها. تكون بتسأل نفسك هل انا اخدت القرار الصح لما انقذت الطفل ده، ولا بتحس بالذنب ان انت انقذته والناس اللي ماتت دي كلها بسبب القرار اللي انت اخدته. هنا بتبدأ الاحداث بتاعت انمي مونستر اللي بيعتبر واحد من احسن الانميات اللي نزلت في التاريخ كله. انمي مونستر بدأ سنة 2004 من استوديو ماد هاوس، ونزل منه عدد حلقات 74 حلقة، مش عدد كبير خالص، يعني اي حد ممكن يخلصه في كام يوم، اسبوع مثلا بالكتير قوي، بس هو واحد من احسن الانميات اللي انت هتتفرج عليه. القصة كلها بتبدأ ان في دكتور مخ واعصاب او دكتور جراح شاطر جدا جدا عايش في ألمانيا، وهو ياباني، دكتور كينزو تنما، واحد من أشطر دكاترة المخ والأعصاب اللي موجودين في ألمانيا. وفي يوم من الأيام اتحط قدام موقف، هل هينقذ طفل واخد طلقة في دماغه ويعمل له العملية، ولا هينقذ العمدة أو المحافظ بتاع البلد. طبعا مدير المستشفى كلمه وقال له انت لازم تدخل تعمل العملية للمحافظ علشان هو شخصية مهمة وشخصية لها نفوذ وشخصية معروفة. بس دكتور تنما كان مقتنع دايما ان كل الارواح وكل الناس متساوية، سواء بقى كنت ليك نفوذ او ملكش نفوذ، فكل الناس متساوية ان هي لازم نحاول ان احنا نلحقها. وقرر فعليا ان هو يدخل يعمل العملية للطفل ده. وطبعا القرار اللي هو اخده هو قرار انساني جدا، واي حد بنسبة كبيرة ممكن ياخده، بس القرار ده غير حياة دكتور تنما كلها، فعليا غير كل حاجة في حياته، لأن هو بعد سنين بيكتشف إن الطفل ده هو واحد من أكتر القتلة اللي مشهورة وموجودة في أوروبا كلها. والفكرة برضو إن هو مش بيقتل بإيده كتير، يعني هو مش بيروح يموت الأشخاص بإيده، بيموت بعض الأشخاص بإيده، بس هو بيعتمد أكتر على التفكير، هو بيحرك الأشخاص زي الشطرنج. وهي دي شخصية يوهان، اللي هو بيتحكم في الناس وبيحاول وبيخليهم ان هم يعملوا الحاجة اللي هو عايزها، وهو بيظهر انسان هادي جدا ومبتسم، وفي نفس الوقت بيوصل للنتيجة اللي هو عايزها. فطبعا دكتور تنما لما بيعرف ان هو انقذ واحد كان سبب في ان في ناس كتير تانية تموت، قرر ان هو يسيب الطب ويبدأ ان هو يطارد يوهان علشان يقدر ان هو يمسكه وفي نفس الوقت يقتله. ومن هنا بتبدأ الأحداث بتاعت انمي مونستر. وطبعا انمي مونستر كانت الأحداث بتاعته في ألمانيا، وخصوصا بعد الفترة بتاعت وقوع سور برلين، علشان أحداث الانمي كلها مرتبطة بالتأثير بتاع الحرب، وقد إيه كان في تجارب كتير قوي بتحصل على الأطفال، زي اللي احنا شفناها في انمي مونستر في دار الأيتام، مش فاكر كان اسمه ايه، اللي هو 511. ده كان واحد من اكتر دار الايتام اللي كانت بتعمل تجارب نفسية على الاطفال، اللي يوهان كان واحد منهم، وطلع واحد من اخطر الناس اللي موجودة في البشرية كلها. فانمي مونستر انا بشوفه واحد من احسن الانميات، علشان هو انمي واقعي شوية، هو ما فيهوش بقى الباور ولا القوة ولا مش عارف ايه، هو انمي واقعي، هو بيقول لك الانسان ممكن يوصل لايه، وبيسألك سؤال مهم جدا، هل الإنسان أصلا طيب، ولا ممكن الظروف تحوله من إنسان طيب لشخص تاني انت ممكن ما تتخيلش هو ممكن يعمل ايه. اللي بيسألك برضو واحد من أهم الأسئلة اللي انت هتسألها لنفسك، هل دكتور تنما فعليا أخذ القرار الصح لما أنقذ يوهان علشان هو مقتنع ان كل الناس أرواحها متساوية، ولا أخذ القرار الغلط وكان المفروض ان هو ينقذ الشخص اللي عنده نفوذ؟ قول لي بقى انت لو مكان دكتور تنما كنت هتعمل ايه؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، ولو وصلت لهنا ما تنساش تدخل تعمل لي لايك وفولو وساعدني اكبر الاكونت بتاعي.